طبعا عندي هاي الغرفة تاركتها وراح أستغلها وأخذها إلي. هاي الغرفة رتبت الجدران مالتها، سويتها بالبورق وتصليحات كلها رتبتها، وسوينا السقية. طبعا مو أنا رتبتها أكيد، بس أنا اللي كنت يعني مثل ما نقول مشرفة على الغرفة هذه وعلى ترتيبها. اخترت هذا ورق الجدران ويا الأرضية نسقتهم، طلع كلش حلو. أنا حبيت هيجي أسوي الأرضية، ما حبيت الكاشي، حبيت هيجي أفرشها فوق الكاشي. تمام. وسويت الجدران بهذا ورق الجدران يكون أحلى وأرتب من ما أبقيها فقط إنه بيضة، صبغتها أبيض كلها. وصلحت الجدران والسقفية هم ورتبتهم وضفت لهم هذا الورق. طبعا مو أنا سويت هذا الورق، مستحيل، لأن طلعت ناس يسوون هذا الورق اختصاص يكون يعني أسهل، ولين كلش حيتعبني. لازم النقشة سوا ولازم نفس النقشة لازم يعني المهم هوسة يتعب كلش. فكل من إلى اختصاص بشغله. هنا أنا سويت الغداء، اتغدينا، فطلعنا نشتري غرفة. بدلت غرفتي القديمة وقلت خليني أجيب غرفة جديدة وحلوة تكون مودرن. فشفت هاي الغرفة. طبعا رحنا الشارع 14 رمضان بالمنصور، افترينا بأكثر من محل، ونوب رحنا للأسكان هم. افترينا هو شارع بالأسكان، ما أعرف، المهم هي الأسكان اللي هي بيها الغرف النوم. شفنا ورحنا الأعظمية. طبعا هاي بالأعظمية، والغرفة اللي بالبداية كانت لا بالأسكان، دورناهم بالأعظمية. رحنا شفنا هاي الغرفة، كان العفو سعرها كلش مناسب، وخشبة بنفس الوقت، يعني مثل ما نقول بالنسبة لسعرها كل زين. وغرفة كلش صغيرة وناسكة بنفس الوقت. تمام. وهذه الغرفة الثانية اللي يكون من ضمن الكنتور، من التواليت من ضمن الكنتور. طبعا كلش حبيتها، والإضاءة اللي بيها كلش حلوة كانت بالغرفة، يعني كلش حلوة وناسكة بنفس الوقت. وخشبة هم نقدر نقول النوعية المتوسطة، الأكثر إلى أنه ممتاز، مو ممتاز أقصد جيد، لأن أكو غرف تكون أغلى خشبها ممتاز. هسه هاي الغرفة مثل ما تشوفون خشبها كان كلش حلو وزين، بس أني ما كنت حابة اللون الرصاصة بيها. ما أعرف، ما حبيت اللون، بس كانت كلش حلوة بالحقيقة. هنا هذه الغرفة الثانية. إحنا كل ما نطب محل نظن يعني نشوف الغرف، أصور كم غرفة من أرجع، يعني أشوف بالتصوير من أصورهم وأرجع للبيت أبوع على التصوير، أشوف أختار شنو يا غرفة أو يا شنو الموديل اللي هو. مرات يعني من تروح وتشوف، مو مثل ما ترجع للبيت تشوف التصوير ممكن تعجبك، لوز بالبداية ما عجبتك، بس من تشوف بالتصوير راح تعجبك أكثر. فإحنا قلنا نشوف أكثر من محل، وراح من نرجع للبيت راح نقرر نشتري غرفة. وأكيد راح أصور لكم هم فيديو كامل من اشتري الغرفة، وأصور لكم يوم موديل اختاريت. طبعا هاي الغرفة كانت كل زينة، بس الموديل ما أعرف بين اللي حبيته بين يعني مو كلش الموديل حلو كان بالنسبة للكنتور، يعني ما كان عاجبني كلش. هذه الغرفة الثانية نوع قرطبة. طبعا هاي خشبها ممتاز، نوعية زينة، وسعرها بنفس الوقت غالي، بس كلش ممتاز الخشب مالتها، كل تفاصيلها كانت حلوة هذه الغرفة. المهم احنا شفنا اكثر من نوع غرفة، رحنا لاكثر من مكان، رحنا بغداد جديدة، رحنا العظمية، للاسكان. بس الغرف اللي عجبتني باكثر مكان، والغرف الزينة مثل ما نقول والراقية، بالاسكان. يعني جد افتريت اماكن ما لقيت. هنا جينا نفتر على كورنيش الكاظمية. بالجو شوي كان يعني بارد، بس كلش حلوة كانت الأجواء، تجنن، يعني مثل ما نقول راحة نفسية شوية راح يطلع الأطفال. يعني ترينا بيه شوية، وهواي قلت شوية 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 شوية. المهم هنا الأطفال يلعبون والنافورات. المهم كان كلش حلو. شفت المنتجعات. الصراحة أني أول مرة أجي الكورنيش الكاظمية أبد، يعني ما أجي هذا المكان. يعني دائما نروح الحدائق أبو نواس أو كورنيش أبو نواس، أكثر شيء هناك يعني إحنا نروح.
فقلت له هالمرة خلينا نغير، نروح نشوف كورنيش الكاظمية. طبعا ما قدرنا نقعد هنا لأن شوية جو بارد وخاف على الطفلة تتمرض. بس المكان كلش حلو، يعني مكان يكون يعني مو كلش لازم الجو بارد. يعني هسه بهذا وقتنا هسه الجو برد كلش، يعني بالليل يعني نهاية 10 ممكن واحد يجي لهيجي مكان، ولا كلش بالصيف لأن بالصيف تكون بوخة، بينما هو على الشط بيكون بوخة، المكان كلش بوخة. بالصيف بوخة، بالشتاء باردة. لازم لا صيف ولا شتاء، نهاية 10 اللي كان كلش أجواء حلوة طبعا والجو يجنن، لأن حتى البرودة يعني تكون طبيعية، زي ما يقول جو ربيعي أو جو خريفي، كلش حلو كان الجو. بس بصراحة المنظر والأجواء كانت كلش حلوة. يعني هذا المكان أتوقع منتجع زمزم أو مطعم زمزم، هم اثنيناتهم واحد بصف الله، مطعم ومنتجع. أتوقع هذا المنتجع، يعني حتى ما بي يعني ناس كلش قليلين، يعني مثل ما قلت لكم الجو بارد وقليل يطلعون. فإحنا بينما كنا نفطر فقلنا نروح نشوف الكورنيش وناكل ونرجع للبيت، وإن شاء الله أشوفكم جولة الغرفة وتفاصيلها ويا غرفة اختاريت. هنا هذا يوم ثاني وغير يوم نهائيا. هنا رحت زيارة هنا بالحلة أولاد مسلم عليهم السلام والإمام القاسم عليه السلام، وزرنا كربلاء. كانت جولة لزيارة الأئمة عليهم السلام. بصراحة أنا أول مرة أروح، أولاد مسلم راحتهم بس من كنت صغيرة كلش، هسه هذه المرة الثانية. أحب هيجي أجواء، يعني أجواء تكون ريفية وشي وبساتين كلش أحبها، بس بنفس الوقت أحب أروح لها، بس ما أحب يعني أبقى بيها وقت طويل، يعني متعودة يعني يكون كل شيء قريب يمي وأروح وأجي وأجيبه. فأحب أروح يعني أقضي وقت بهاي الأماكن، كلش يعني حلوة ومريحة والأجواء حلوة صراحة. هنا الإمام، هنا أولاد مسلم عليه السلام، لا العفو، الإمام القاسم عليه السلام، القاسم بن الحسين عليه السلام. طبعا هو كلش أنا أول مرة أروح له وأشوفه. زيارة مريحة وحلوة كانت، ومكان أول مرة تروحين تشوفينه يعني كلش حلو. وهو حلو المكان ومريح، ترتاحين نفسيا. هنا أولاد مسلم عليه السلام كلش مغيريهم، وأنا أتذكر على قبل، بس كلش حلو. هم الأجواء هنا كانت يعني، وارتاحينا وزرنا وندعينا لكم، يعني كلش حلوة. واحد يروح يزور يرتاح نفسيا. أنا لازم أروح يعني بالشهر 2 إلى 3 مرات لزيارة كربلاء، نروح الشريف عليه السلام. فلازم يعني أروح مرات، أروح بالحملة. الحملات طبعا كلش حلوة أروح بيها، أحب أروح بالحملة. انتظروا الفيديو الجاي كلش حلو راح يعجبكم، وأشوفكم بعض التفاصيل الغرفة، وباي باي.